السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبالأعياد دايما محتفلين مع بعض. تعالوا مع بعض هنروح زي ما احنا شايفين السيتي ووك ده. مول جميل جدا في الشيخ زايد. انا هديكم كده نبذة بسيطة عنه وعن الجمال والتحفة وأماكن التصوير اللي فيها الكبار والصغيرين هيتبسطوا جدا جدا. بصوا ادي بداية المول اهو، زي ما احنا شايفين هو شارع طويل جدا جدا في جميع المطاعم. يعني جعانة هتاكلي، عايز تشربي هتلاقي أماكن اللي هي البراندات للمطاعم. يعني مفيش أي حاجة تحتاجيها من برّه. تمام، أدي زي ما إحنا شايفين أول location تصوير أهو، بصوا الكل إيه يعني مفيش مكان مفيش حد فيه مش بيتصور. زي ما إحنا شايفين أهو، تحفة وجميل ما شاء الله. وهنبتدي التصوير بقى، أنا اللي هابتدي أول location هاصور فيه جميل بصوا. وأحلى ما فيه إن هو ما كانش زحمة أوي أوي، يعني كان إيه بداية الزحمة. بصوا بقى الأسر كلها واخدين بعض وبيروحوا هناك يتصوروا، وادوا الحاج وقام. لازم برضو ندلعه في أول السنة. بصوا الأطفال جمال، ولو معاكي أطفال بقى هيتبسطوا جدا هناك. المكان فيه جاردن كده صغيرة حاطين فيها بقى لعب أطفال كتير جدا جدا، هصورها لكم برضو دلوقتي وهتشوفوها. ولعب اللي هي العربيات الكهرباء، يعني حاجات ما شاء الله جميلة جدا. وادي الشجرة عليها أجراس الكريسماس والعصاية بتاعة البابا نويل كانت جميلة. بصوا زي ما انتم شايفين كده الكل واقف بيتفرج عليها. وادي مطعم وكافيه الست عزيزة، ده كان جميل جدا برضو، أسعاره مش وحشة. بصوا بقى الأماكن طول ما انتم ماشيين هتلاقوا بارتيشنات كتيرة جدا جدا انك انتوا تقفوا وتتصوروا فيها. أشكال جميلة وذوقها جميل قوي والتصاميم بتاعتها تحفة. انتوا تهيأ لكم ان هي دي مية، هي مية بس مش هتيجي عليكي يعني خالص بعيد عنك. بس واحدة عملت زيه راحت تشوف ايه المية نازلة ولا لأ. زي ما احنا شايفين اهي أماكن تصوير جميلة. عجبني أوي الكابل اللي كانوا ورانا دول، بصوا كانوا مطقمين اللبس وكان معاهم برضو البيبي الصغير ملبسينه زيهم ونفس اللون. عسل. وصورنا أستاذ وئام طبعا جنب الايه المنظر الحلو اللي عدى من قدامنا. بصوا بقى الناس، انتوا كل ما تخش جوه كل ما تبتدي الزحمة. يعني في الأول بصوا المطاعم، كان في حمام عبده هناك تحفة تحفة تحفة، ملوش حل صراحة. وأسعاره زي اللي هي بتاعت محلات وسط البلد، مش أغلى اللي هو اللي في التجمع الخامس فاكرين. هي نفس الأسعار مش غالية. يعني تفتكروا ان في فرق يا جماعة؟ المكان ده صح في الشيخ زايد، السيتي ووك ده في الشيخ زايد. تمام. بصوا بقى يمين وشمال مطاعم، طول ما انتوا ماشيين هتشموا في مطاعم. يعني يمين تشموا شوي وشمال تشموا شوي، فحاجة عظمة قوي هناك. بصوا بقى ده، بصوا الطريق دوت كله زي ما انتوا شايفين كده. وعلى فكرة في هناك حواوشي. حواوشي ايه؟ نسيت اسمه. ايه؟ حواوشي الربيع، ايوه عشان بنوتي هي اللي كانت فيه. حواوشي الربيع. تمام. بصوا بقى، انا عايزه والله ما اتكلمش واسيبكم انتوا مع المكان والتحفه والعظمه. كان نفسي طبعا احط لكم موسيقى تسرحوا فيها برضو، بس انتوا عارفين بقى الموسيقى بتجيبنا ورا. بلاش موسيقى. اهو بصوا ده كان عيش عصفوره جميل جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا قابلت فيه بيبي صغير يعني عنده مثلا سنتين. بصوا اهي، بصوا الجنينه اهي، قصدي سوري الالعاب اهي. بصوا جميله جميله وهتعجبكم جدا جدا وهتعجب أولادكم. بصوا يعني أستاذ وئام كان مبهر، يعني عنده كده حالة انبهار بالمكان. بصوا الألوان والديكورات والإضاءات، وفي كل مكان فيه تصوير. يعني مش هتقولي إن هو مكان واحد وفيه زحمة والكلام ده كله، لأ خالص، كذا مكان للتصوير. كانوا بيحتفلوا بالسنة الجديدة، يا رب يجعلها علينا وعليكم خير بإذن الله، وتكون خضرة زي الأنوار الخضرة اللي هم كانوا مغرقين بيها المكان. ده اسمه سيتي ووك. تمام. هعمل لكم فيديو تاني برضو. بصوا دوت كان معرض لجميع المنتجات، كل حاجة كنت هتلاقيها فيه، ما فيش حاجة تتخيليها مش هتلاقيها. اكسسوارات، ملابس، أكل، ايه تاني، فضة،
دهب صيني، كله هتلاقيه. وكانوا بيركبوا كمان في هناك دكاترة بيركبوا البيرسينج، بنج وتعقيم. حاجة كانت جميلة جدا صراحة. زي ما قلت لكم هو مول متكامل في كل حاجة تتخيليها، أكل وفسح وصور وشراء وكل حاجة. هتروحي هناك هتكوني مبسوطة. أتمنى إن انتوا تروحوا وتقولوا لي رأيكم في المكان إيه. بصوا بقى الأماكن بتاعة التصوير، البنات يعني كانوا عاملين شغل جامد وعالي هناك، والأطفال برضو. يعني لو معاكي أطفال زي ما قلت لك هيتبسطوا جدا. أنا قلت لكم المكان اللي هو في الشيخ زايد، والمول اسمه ووك، سيتي ووك. تمام. انا بقلل من الكلام بحيث ان انتوا تركزوا في التصوير وتشوفوا الاماكن اللي هناك ايه. اكيد في مطعم او في حاجه انتوا بتحبوها هتعجبكم هناك. وبصوا الشجره دي كانت جميله جدا برضو. هو في كام شجر هناك كبار حلوين. يعني هو صراحه مكان تحفه. بصوا هو ده، يعني هو عايز 2 مخطوبين، 2 لسه متجوزين جداد. في اماكن جد يعني ما عملوش سيشن في فرحهم هيروحوا هناك يعملوا احلى سيشن. انا عن نفسي عملت احلى سيشن. بس الشجرة دي جميلة، عجبتني جدا جدا. انا يعني مش هتكلم كتير عشان خاطر انتوا ايه تتفرجوا على الفيديو كويس بمزاج كده، وتشوفوا جمال الشجرة وطولها بصوا بصوا. تمام. انا عايزه اقول لكم ان انا اللي بسطني في المكان دوت ان هو يعني جامع كل الاعمار، من اول البيبي الصغير لغايه تيتا. هتقولوا بقى المشي كتير والمشي مش هيستحملوه، مش هتحسوا باي حاجه وانتوا ماشيين في المول. ان عينيكي رايحه يمين ورايحه شمال. المطعم ده ريحته جايه يمين ريحته جايه شمال، فانت متظبطه من كل حاجه يعني. تمام. طب انتوا عارفين احنا بنتكلم مع بعض ببساطه عشان احنا حبايب وصحاب، واحلى حاجه الصحاب. تمام. بصوا ده كانت شاشه عرض كده بيوروكوا يعني ايه ساعه الافتتاح كان الحفله كانت عامله ازاي. بصوا جميل جميل. بصوا الاشجار وبصوا هو بالنهار هيبقى حلو قوي. وهيكون رايق. بس مش هتكون بقى فيه الاضاءات اللي هي بتاعت الانوار اللي هي الخضراء والحمراء، الحاجات المبهجه ديت يعني. بس انا حاسه ان احنا لو رحنا بالنهار هيكون ممتع، مش هيكون زحمه. بصوا العرايس بتاعت الاطفال. وبصوا النجوم جميله جميله. لا بجد لو عايز تعمل سيشن معاك خطيبتك او مراتك، روحي هناك او روحي هناك هتتبسطي جدا جدا. وبصوا بيبقى في حفلات كمان على فكرة، وفي فنانين معروفين، بس كل ده بيبقى بمواعيد. تمام. بصوا دي أسرة جميلة، بصوا متصورين. عجبني قوي المنظر اللي هما اتصوروا دوت. انا كان معايا ولادي ومعايا اصحاب ولادي، بس كل واحد منا كان في اتجاه. يعني احنا ما اتجمعناش غير في واحنا داخلين واحنا خارجين. ده اللي احنا التجمع اللي احنا اتجمعناه. انما جوه المول محدش يعرف حد. متهيألي قابلت بنتي بالصدفة كده. ده حمام عبده بقى مش قادرة اقول لكم، عظمة على عظمة. تمام. روحوا جربوا على ضمانتي، وانتوا عارفين انا لما بقول لكم على حاجة بتبقى ايه، مية مية. دي بصوا، يعني الشارع كله بنفس النظام دوت. مفيش حتة ما فيهاش مكان تقفوا تتصوروا فيه. يعني لو معاكي زوجك بيتعصب بقى والزحمة لا نصيحة ما تروحيش، هتبقى بداية سنة مش حلوة خالص عليكي. تمام. بصوا بقى انا جبت لكم المعرض من جوه. بصوا على فكرة دي ملابس اللي هي التصدير، عارفينها. يعني كله موجود هناك، البراند الجديد والتصدير. تمام. بصوا الاكسسوارات عجبتني قوي، كل الاكسسوارات اللي هناك هاند ميد كانت تحفة جدا جدا جدا. انا بوريكم اهوت. ودي اللي هي على اليمين دي الشوزات جميلة. وبصوا على اليمين دي مش عارفة انا جبتها ولا لا، اللي هي بتاعت دكتور اللي هي بتركب البيرسينج. بصوا المشغولات اليدوية دي تحفة جميلة اهي. لا ما جبتهاش،
علشان كان في حد بيعمل، فما رضيتش ان انا اصوره. بس وهي دي بقى ايه كانت الشجرة الأخيرة. متهيألي كانت الأخيرة، لا لسه في. بصوا الأطفال ده بيعملوا لهم سيشن تصوير على أغاني ايه الشعبي، وهم بقى يعني مندمجين قوي. كان نفسي أعمل زيهم بس يا دوبك هو على حجمهم هم بس. المرة الجاية قلت له تعمل لنا حجم كبير. بصوا رجل التلج، جميلة جميلة جميلة. عايزة اقول لكم ده ممر تاني جنبه، هو نفس السيتي ووك بس يعني ايه موازي ليه. عامل برضو ديكورات جميلة. الممر ده فيه ديكورات جميلة. هو نفس المول، مش هتخرجي بره ولا اي حاجة. في نفس المكان. بس يعني ايه اتجاه تاني. هما كذا اتجاه فيه، انت بقى يعني عايزة يوم كامل عشان تعملي السيشن بتاعك. بصوا بقى فيها العصاية بتاعت بابا نويل، والنجوم وراه تحفة تحفة تحفة. والحتة دي كانت يعني رايقة شوية عن الممر من جوه. يعني تقدري تعملي سيشن براحتك انت وولادك، او انت وزوجك، اولادك مع اصحابهم. بصوا جميلة. بصوا بقى اللي هي العصايتين اللي انا بقولكوا عليهم جمال، وراهم الستارز منورة برضو تحفة. متهيألي لقيت بنتي هنا. حسيت بص بنتي، لا دي مش بنتي، دي حاجة تانية خالص مش تبعنا. آه الستارز اهيت. انا حبيت اصور كل اللي بيتصور، كان شكلهم جميل جدا. تمام. بصوا العش العصفورة دوت كان الكل بيقعد عاملين ديسكات فيه، يعني تقعد. احلى شجرة بقى في المكان هناك اللي هي تحتها، اللي هي 2023 دي بقى يعني تحفة تحفة. والشجرة دي بيخشوا من جواها سيكة صغيرة يعني، فكانت التصوير فيها حلو. تمام. أو زي ما احنا شايفين اهو جميلة. انا حاسة ان بنتي هتظهر، بس مش لا مش هي. لا بنتي يا جماعة يقول لي عليها، حد يلاقي بنتي او ابني ما كانش معانا، ابني كان في الامتحانات يا حبيب امه، كان بيذاكر. بصوا كده احنا خلصنا السيتي ووك ودخلنا على مول تاني. انا جبت لكم الجزء ده منه، وهعمل لكم فيديو تاني بعد ده ان شاء الله عنه، اسمه البوينت 6. تمام. ده مول تاني خالص، يعني ممر تاني وتصوير تاني وسيشن تاني حلو قوي هيعجبكم. بصوا البداية انا قلت بس اشوقكم حبة صغننة كده منه، واعمله لكم فيديو خاص جدا. احنا بقى مروحين طبعا، انتوا عارفين ان انا ايه عندي حتة العربيات دي ادمان يعني. فبصوا العربيات وموديلاتها واشكالها يعني حاجة عظمة 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 عظمة. يعني انا خلاص روحوا انتوا تصوروا، وانا هنا انا قاعدة هنا في البارك دوت. يا رب بس يكون الفيديو عجبكم وينول رضاكم، وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، فضلا منكم وليس أمر. علشان كل جديد من قناتي إن شاء الله بإذن الله يوصل لكم ويعجبكم. وأسيبكم في رعاية الله وحفظه. ودي كانت نهاية جولتي في جولة في الشيخ زايد، مول سيتي ووك. تحفة تحفة. وانتظروني بقى في الفيديو الجديد التاني، المول التاني برضو في الشيخ زايد. هي كانت منطقة صراحة، الشيخ زايد كانت مبهجة جدا جدا في رأس السنة. واتمنى ان هي تعجبكم وتروحوها وتقولوا لي رأيكم فيها. اسيبكم في حفظ الله، مع ألف سلامة، وتصبحوا على ألف خير، وسنة يا رب سعيدة عليا وعليكم وعلى أسركم وأهاليكم. مع السلامة.